تخيل ان البكتيريا اللي في جسمك مش بس بتأثر على صحتك الجسدية، لكن كمان بتأثر على حالتك النفسية ومزاجك. ازاي ده ممكن يكون حقيقي؟ ابسود 29 في سلسلة العلم بيقول ايه؟ كل تلات الساعة 3 عندنا ميكروبات عايشة في أمعائنا اسمها الميكروبيوم المعوي، بتلعب دور مهم قوي مش بس في الهضم لكن كمان الصحة النفسية. له ليه علاقة بمحور أمعاء الدماغ، الجات برين اكسس، وهو نظام تواصل ما بين الأمعاء والدماغ بيتم عن طريق الأعصاب، الهرمونات، الجهاز المناعي. الميكروبات بتنتج مواد كيميائية زي الدوبامين والسيروتونين، والمواد دي بتندرج تحت الناقلات العصبية اللي بتأثر على المزاج والشعور بالسعادة والقلق. وحوالي 90% من السيروتونين بيتم إنتاجه أصلا في الأمعاء. وهنلاقي أبحاث كتيرة قوي أكدت وجود ارتباط بين تغيير التركيب الميكروبيوم المعوي والاضطرابات النفسية. في دراسة نشرت في مجلة نيتشر ميكروبيولوجي 2020 أظهرت إن الأشخاص اللي كان عندهم مشاكل في الميكروبيوم أكتر عرضة للاكتئاب. كمان تجارب الفئران أكدت إن تغيير الميكروبيوم المعوي يغير من سلوكها ومزاجها. أما بقى في المستقبل، العلماء بيبحثوا عن علاجات في تحسين الميكروبيوم لتحسين الصحة النفسية، استخدام البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة كعلاج مساعد. لو عايز تعرف معلومات علمية محددة اكتب لنا في الكومنت. وخطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.